إنك تفتح بيزنس في كندا طبقا لكتاب Starting and Running a Small Business for Canadians دي ليها مميزات كتير جدا، وطبعا ليها عيوب، ولكن النهاردة خلينا نركز على أهم 6 مميزات والعيوب في الفيديو اللي جاي. الميزة الأولانية ميزة تهمنا كلنا، وهي الإعفاءات الضريبية أو المميزات الضريبية اللي بيحصل عليها الشركات، سواء كانت الشركة دي incorporated أو sole proprietorship أو partnership، والكتاب فيه فصل كامل بيتكلم عن الموضوع ده بالتفصيل. الميزة التانية وهي الحرية، وهنا خلينا نتكلم على نوعين من الحرية اللي الكاتب ذكرها. أول حاجة هي حرية اتخاذ القرارات، وطبعا هنا هي مش حرية مطلقة، لأن أنت في الأول وفي الآخر أنت مقيد بقوانين حكومية، مقيد بآراء العملاء، ولو الموضوع كبير شوية أنت مقيد بالمستثمرين. النوع التاني من الحرية اللي أنت ممكن تحصل عليها هي حرية اختيار ساعات العمل وليس تقليل ساعات العمل، ودي شخصيا أنا جربتها 4 شهور السنة اللي فاتت لما كنت شغال فول تايم، وفعلا الموضوع كان مفيد جدا جدا نفسيا وذهنيا، وتقدر كمان اللي انت تشتغل اكتر وتنتج اكتر لما بتقدر تنظم جدول الشغل بتاعك على الطريقة اللي انت محتاجها. الميزة الثالثة ودي بالنسبة لناس كتير يدفع فيها فلوس كتيرة قوي، وهي حرية الإبداع. فكرة إنك أنت يكون عندك فكرة معينة وتشتغل عليها من الصفر وتبدأ تطور في الفكرة دي وتشوفها يوم بعد يوم بتنجح قدامك، دي ميزة يدفع فيها فلوس كتير قوي بالنسبة لناس كتير. رابع ميزة وللأمانة أنا مختلف مع الكاتب بنسبة 100%، وهي فكرة التحديات اللي انت ممكن تواجهها كل يوم. ده هيحسسك ان في حاجة جديدة انت بتعملها باستمرار، والشغل ما بيكونش ممل زي ما كنت متعود قبل كده. ونقطة اختلافي هنا ان انا تقريبا كل يوم بصحى بقول يا رب الدنيا تكون ماشية بروتين من غير أي مفاجآت ومن غير أي تحديات من غير أي مشاكل، والشغل يبقى روتيني ممل بس الشغل يخلص ومفيش أي تحديات ولا مفاجآت. دي بصراحة أنا شايفها تتحط في العيوب ما تتحطش في المميزات. الميزة الخامسة هو بيقول لك فرصة إنك أنت تعمل فلوس كتير قوي هي نسبة كبيرة أكتر من الشغل الوظيفة العادية، وطبعا العكس بس دي هنتكلم عليها في فيديو بتاع العيوب. الميزة السادسة والأخيرة هي أنت بتحقق الأمان الوظيفي. لو البيزنس بتاعك شغال، مبيعاتك مستقرة، او ايا كان نوع البيزنس بتاعك، فانت كده حققت الامان الوظيفي، لان مفيش حد هيجي يمشيك من الشركة بتاعتك. دي كانت اهم 6 مميزات الكاتب اتكلم عليهم، ولكن في الاخر خلينا نضيف نقطة مهمة جدا، وهي انك لو بتفكر تبدأ بيزنس ضروري جدا 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 بعد ما تعمل كل اللي عليك وتجمع كل المعلومات لازم تستشير محاسب قانوني، وفي بعض الاحيان كمان هتحتاج محامي يساعدك في إنشاء الشركة بتاعتك. بس كده، بالتوفيق للجميع.